بسم الله. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح فيه ازاي نقدر نضيف فرع جديد للعياده. يعني انا لو عندي عياده ولها كذا فرع، عاوز اضيف الفروع دي بقى كل فرع يكون مستقل بذاته، بالبيزنس اور بتاعته، بالاستاف بتاعه وهكذا. عندي ايقونه السيتنج هدخل فيها، بعد كده عندي ايقونه اسمها additional clinic location، دي لو بالانجلش، لو بالعربي هتلاقيها اسمها اضافه مواقع اخرى للعياده تقريبا. فهندوس عليها. طبعا باي ديفولت دي هتبقى فاضيه، مش هتبقى طبعا موجوده. ليه؟ لان اوريدي اصلا الاكونت اللي انت او لما جيت تسجل في ديجيتال كلينيك من الاول، هو باي ديفولت هو دي كريت لك كده عياده رئيسيه. لو انت بقى عاوز تعمل عيادات فرعيه، بتيجي هنا وتعمل العيادات الفرعيه، فهنا بيبقى وجود العيادات الفرعيه. فما بتيجي تعمل بتعمل اد وتبدا تملى الفورمه دي. طبعا الفورمه دي عباره عن معلومات عن العياده. اهم حاجه عندي حاجتين، طبعا العنوان حاول تكتبه بالتفصيل والتليفونات والحاجات دي اللي هتظهر للمريض في ابلكيشن المرضى يعني. السيتي هنا حاول تكتبها اسم صغير ومعبر، عشان هو ده اللي هيظهر عند مين في الابلكيشن بتاع المرضى. خلاص انت ضفت ده. عاوز بقى عاوز بقى دلوقتي اسويتش ما بين، انا كمدير النظام لما بدخل عاوز اقدر اسويتش ما بين ما بين العيادات وبعضها. فبضغط على الدوريه الحمراء اللي فوق دي سوري. هنلاقي الكرنت كلينيك جايب لك الكلينيك اللي انا واقف فيها، وسويتش كلينيك عشان اقدر اسويتش ما بين الكلينكس وبعضها. طيب هنفترض انت عملت، فهي ساعات بتاخد وقت، يعني ساعات بتاخد 30 يعني دقيقتين 3 كده على ما تظهر في المكان دوت. تمام، لو ما ظهرتش ممكن تقفل الابلكيشن او تعمل لوج اوت ولوج ان، بس ان شاء الله تظهر على طول. ممكن تستنى عليها 3 4 دقايق وتظهر. لما تيجي تعمل سويتش كلينيك هتلاقي بقى كلينكس قدامك اهي، تختار كلينيك معينه هتلاقي بقى كل حاجه منفصله. البيزنس اور منفصله، الاكسبنسز منفصله، والاستاف منفصله، بس طبعا مشتركين في السيرفيسز، ومشتركين في الانشورنس، شركات التامين مشتركين في الاكسترا فيلد، في البريسكريبشن مشتركين في كل حاجه، بس منفصلين في الحاجات اللي المفروض تنفصل فيها. الاستاف هنا بقى الموضوع مختلف شويه. في الاستاف هنا في كل استاف في كل عياده، بمجرد ما هيعمل تسجيل دخول او لوجن في الديجيتال كلينيك، هو هيشوف عيادته بس، مش حتى هو مش هيقدر يسويتش ما بين العيادات وبعضها. يعني انت لو هتضيف مثلا سكرتير او سكرتيره او مساعد قاعد بره، المساعد لما يجي يلوجن مش هيشوف الا المكان العياده اللي انت مدخله فيها بس. ايفن حتى كمان لو عندك دكاتره في اضافه دكتور برضه مش هيشوف الا العياده بتاعته. مين اللي يقدر يسويتش ما بين العيادات وبعضها؟ هو الجلوبال ادمن بس، او مدير النظام اللي عمل الاكونت اصلا من الاول. اوكي. بس بقى كل حاجه بقى انت بتخش تعملها بنفسك وتعمل سيتنج بتاعتك وكده. طيب من فين بقى المعلومات بتاع العياده الرئيسيه؟ العياده الرئيسيه موجوده في هنا في الموبايل. ايه عندك؟ مكانين. عندك في البيسك انفو موجوده اسم الدكتور والتخصص بتاعه والكلام ده كله. وبعدين عندك هنا في الموبايل ابلكيشن، ده الاساس بقى اللي انت اصلا طلبت منه في الاول خالص، موجود فيه برضو نفس التفاصيل اللي موجوده فين في الفورمه اللي احنا كنا وريتها لك من شويه. لما تيجي بقى تعمل الفورمه، ادخل في العياده الرئيسيه في المكان ده وحط السيتي. هنا بقى تحط السيتي، احنا كنا كاتبين اكتوبر، فخلي دي ما تخليهاش اكتوبر مثلا، خليها مثلا ناصر سيتي مثلا، عشان احنا عملنا اكتوبر قبل كده. تمام. فبالتالي كده انا عندي 3 مواقع. تمام كده. ان شاء الله هشرح بقى بعد كده ابلكيشن المريض عامل ازاي. شكرا.